بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السادة أعضاء المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور، السيد نائب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالناظور المكلف بشؤون البيداغوجية، السيد رئيس جمعية ملتقى الناظور للذكر والفكر، السادة الأساتذة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، السادة الأئمة الكرام، السادة المرشدون، السادة الطلبة والباحثون، أيها الحضور الكرام، كل باسمه وصفته بل وجميل وصفه. أشكركم جميعا على حضوركم الفعال، محبة في أهل العلم، محبة في علمائنا الكرام الذين يحافظون على ثوابت الأمة المغربية. فمرحبا، أهلا وسهلا بأستاذنا الفاضل الدكتور سعيد الكمالي بيننا في مدينة الناظور. نرحب بك جميعا، رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، طلبة وكذلك مواطنين كرام، جزاكم الله عنا خيرا. إذا تنزيلا للرسالة السامية التي بعثها مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله أعزه إلى المجلس العلمي الأعلى، احتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحتفاء بالسيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتنسيقا مع المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، تنظم جمعية ملتقى الناظور للذكر والفكر هذه المحاضرة العلمية القيمة، احتفاء وعناية بالسيرة النبوية العطرة في موضوع مهم للغاية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة للعالمين، فشريعته رحمة كلها، وجميع أخلاقه رحمة كلها. ولذلك ومن باب الرحمة أرجو إكرام ذي الشيبة الواقفين، أرجو من الشباب أن يتركوا أماكنهم جالسين عليها للشيوخ. الله يجزيكم بخير، إكراما لذي الشيبة وإكراما لحملة القرآن الأئمة ديالنا. الشباب اللي جالس يخلي براسته الناس اللي كبار في السن، وكذلك الأئمة ديالنا، وجزاكم الله خيرا. وبعد هذا نعطي الكلمة ترحيبية لرئيس جمعية ملتقى الناظور للذكر والفكر الحاج أحمد محاش، ونشكره جزيل الشكر على هذا التنظيم البهيج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. أقول لكم الإخوة الأفاضل: جزاكم الله خيرا، ثم جزاكم الله خيرا، ثم جزاكم الله خيرا على هذا التكريم. قد أكرمتمونا وأكرمتم العلماء، فنقول لكم جزاكم الله خيرا على هذه الليلة المباركة التي إن شاء الله عز وجل تحضر فيها الملائكة ولا شيء. ثم أقول للذين شاركونا، الشيخ قال إنه نحن ما نظمنا، ولكن بتنسيق مع السلطات المحلية. نشكرهم جزيل الشكر الذين إن شاء الله وقفوا معنا وتحركوا وأبدوا إن شاء الله محبتهم لشيخنا العزيز ولمحبة أهل الله ولمحبة القرآن، فجزاهم الله عنا خيرا. فالذي أقوله أن الحمد لله هذه الفرحة نحن فرحنا، نشير الفرح، وإن شاء الله حتى الرسول عليه السلام يفرح الزينب المجلسين الواد غينير سير شوية المزيغ
بأنه نظم النشاطيات واحد ما كيقولش اللي كيزيد ربي سبحانه عز وجل وحرص، لانه الشيء لغان نتحاول ما امكن باش نكتب، ولكن مجموعه من الوجوه ديال السلطه حاربك تلقى ملقعه وان شاء الله عاود نبدا ايوا سيدي اناش مرحبا بكم. فنكملوا عاود الباب الدعوه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاخوات، ضيوف ملتقى الناظر للذكر والفكر كل باسمه وصفته، يسرنا في هذا اليوم المبارك ان نستقبل ونرحب بفضيله الشيخ العزيز الدكتور سعيد الكاملي على حضوره وتواجده بيننا في اقليم الناظور لالقاء محاضره قيمه بعنوان بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وهي المحاضره التي ينظمها ملتقى الناظر للذكر والفكر بالتنسيق مع المجلس الجهوي العلمي لجهات الشرق في اطار برنامج سنوي يستجيب للرساله الملكيه الساميه الداعيه لاحتفاء بذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبه نتقدم بجزيل الشكر لكل من حضر ولكل من سعى لانجاح هذا الموعد، وفي مقدمته المجلس الجهوي العلمي لجهات الشرق والساده رئيس المجلس العلمي المحلي للناظور والسيد مندوب الاوقاف لوزاره الاوقاف والساده الاساتذه الاجلاء لكليه الناظور والسلطات المحليه وكل اطياف المجتمع الذين ابوا الى ان يحضروا معنا ويتقاسموا معنا هذه اللحظات الفكريه والروحيه، فمرحبا بهم ومرحبا بكم ومرحبا بنا جميعا بفضيله الشيخ الجليل شيخنا العزيز الشيخ سعيد الكاملي حفظه الله ورعاه وجزاه الله عنا وعنكم وعن الاسلام خيرا. ان شاء الله نحن سنكون ثمره جهادهم الطويل ان شاء الله عز وجل بهذه الخيرات التي الله عز وجل انعم علينا بهذه الامطار التي انعم الله عز وجل علينا ان نكون ثمره لهؤلاء، وجزاكم الله خير والسلام عليكم. شكرا للحاج احمد الحاج على هذه الكلمه الترحيبيه. واذا وبدون ان اطيل عليكم مجيئكم هذا يدل على انكم على معرفه قويه باستاذنا الفاضل الدكتور كمال او الدكتور سعيد الكمالي، فإذا فلا داعي لأن نطيل الوقت في التعريف به مجددا، فإذا أعطيه الكلمة مباشرة ليحاضرنا في موضوع مهم جدا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إليه الكلمة مشكورا مأجورا. ولدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عندك الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهل الناظور السلام عليكم ورحمة الله. يسرني شو الإخوة الله يجزيكم بخير ما تأديوش الناس اللي مغربين وماشي ضروري تخوض فيهم، المهم هي الآلة كل شيء. يسرني أن أقول ربنا سبحانه يسرني أن أكون معكم في هذه الليلة في حديث سنحاول أن نبدأه إن شاء الله. يقول ربنا سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لا تتهمونه في نصيحتكم، تعلمون أنه إذا نصح لكم لا مزيانة شنو مزيانة فقط البروفيل ديالو حسن من الفاصل. فقال سبحانه من أنفسكم لا تتهمونه في نصيحتكم حريص. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم شديد عليه عنتكم. العنت المشقة التي تلحقكم عزيزة عليه شديدة عليه. ثم انظروا كيف يقول ربنا عزيز عليه ما عنتم. لم يقل ربنا سبحانه عزيز عليه ما عنت هو. العنة يصيبكم والشدة تدخل عليه، أنتم تعنتون وهو يشق عليه صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم على هدايتكم على إرشادكم، حريص على أن تدخلوا الجنة. بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه في بيان وجه إرساله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا إخواننا، لو أن ربنا سبحانه قال أرسلناك رحمة للعالمين لما أفاد ما أفاده قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو قال ربنا أرسلناك رحمة للعالمين كان يمكن أن يكون أيضا نقمة للعالمين وعذابا للعالمين، أشياء أخرى للعالمين. لكن ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة، يعني أنت لست إلا رحمة لهؤلاء. وهذا يفهم لأن الناظر في تاريخ الناس في ذلك الزمن يعلم كيف كانت البشرية في ذلك الوقت وأنها محتاجة إلى رحمة تأتيه من الله. البشر في ذلك الوقت كانوا في زمان حالك بل في أحلك الأزمنة في أشدها قتامة مقتهم ربنا سبحانه. رواه مسلم في الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم فكان من جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا لأهل الكتاب. مقتهم، المقت أشد البغض. لماذا مقتهم ربنا؟ لما كانوا عليه مما يصف بعضه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث رواه أحمد وغيره أنه الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة سألهم النجاشي قال لهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى أرسل الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله. فهذه كانت أوصاف الناس تستحق المقت، فأراد ربنا سبحانه أن يخرجهم من المقت ليدخلهم في الرحمة فبعث إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة كما قال ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال هو صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث رواه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، أنا رحمة هدية من الله إليكم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فلما بعثه ربنا سبحانه تجلت هذه الرحمة التي كانت مسطورة
تجلت منظورة رأى الناس، كان الناس يقرؤونها وما أرسلتك إلا رحمة، صاروا ينظرونها يرونها متمثلة فيه صلى الله عليه وسلم. فغشيت الأرض رحمة تغشت من عليها وما عليها من العوالم. وتجليات رحمته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أذكر لكم منها طائفة. تعلمون أن قريشا لما اشتد أذاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب النصرة من غيره، فذهب إلى ثقيف في الطائف. لماذا الطائف؟ لأن الطائف هي أكبر مركز في الحجاز بعد مكة. ولماذا ثقيف؟ لأنها أكبر قبائل الحجاز بعد قريش. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم يبتغي النصرة منهم وأن يمنعوه من قوله حتى يؤدي كلمة الله. فعمد إلى نفر من قريش، هم يومئذ إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف. فجلس صلى الله عليه وسلم إليهم وعرض عليهم الإسلام وطلب منهم أن يمنعوه من قريش وأن ينصروه ليبلغ كلمة الله. فأبوا عليه وسخروا منه وردوا عليه صلى الله عليه وسلم أقبحا. فلما يئس منهم طلب منهم أن يكتموا عليه لئلا يبلغ ذلك قريشا فيزيدهم جرأة عليه. فأبوا ذلك أيضا وسلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم يسخرون منه ويشتمونه ويسبونه ويصيحون عليه. فرجع صلى الله عليه وسلم آيسا منهم حزينا لقبيح ما ردوا عليه. فجاءه نصر الله بواسطة جبريل. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت، في رواية أشد ما لقيت يوم العقبة، حين عرضت نفسي على ابن عبد يمين بن عبد كلال فأبى أن يجيبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. هي مسافة طويلة للراجل. النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الغم الذي دخله لا يشعر بالطريق، هذا تعرفونه، مخموم يمشي لا يحس بالمسافة التي قطع. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أرسل الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. ربنا سبحانه يغضب لغضب نبيه فينتقم ممن أغضبه. بعث إليك ملك الجبال يأمره بما شئت فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد، ذلك ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبان جبل مكة، إن شئت ذكرتهم تحت الجبل. الرحمة تتجلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم حزين لقبيح الرد، سلطوا عليه السفهاء، سلطوا عليه العبيد، سخروا منه من شدة الغم والهم، لا يشعر بالمسافة، ثم يأتيه النصر ويعرض عليه أن يصنع فيهم ربه ما يشاء. أنت غير قول أصنع فيه ذلك فيما ما شئت إن شئت أن أطلق عليه الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تعلمون، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وقد كان لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع لقريش همس بعد ذلك اليوم، لم يكن منهم عين تطريف، لكن قريش أسلمت ودخل الناس في دين الله، وكان من أصلابهم من عبد الله وحده ولا يشرك به شيئا.
قريش لم تدع سبيلا لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته. ضربوه وشتموا أصحابه وضربوهم وحصروهم في الشام وأخرجوه من بلده وبلد آبائه من قبله، ثم قاتلوه وقتلوا عمه ومثلوا به ومثلوا بأصحابه، قطعوا آذانا، جدعوا أنوفا، بقروا بطونا. ثم لما فتح ربه له مكة ودخلها منصورا مقتدرا غالبا عفى عنهم ورحمهم وقال من دخل داره فهو آمن. ينتقم. هذه الرحمة هذه. شوف، لتفهموا عظام هذا الموقف لا تكتفوا بالكلام، لتفهموا عظام هذا الموقف ما منا من أحد إلا وقد حصل له شيء، قهر، ظلم، شيء، فكيف يجد في نفسه على من ظلمه بغير حق، ثم يمكنه ربه من ذلك الذي ظلمه. كم منا يعفو ويغفر يقول سير الله يسامح. النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة كلها سنين عددا ما تركوا شيئا، استفرغوا جهدهم كله لإيذائه وإيذاء من إليه صلى الله عليه وسلم من أهله وأصحابه. من دخل داره طبعا هذا شيء نحن نتعجب له، لكن إذا عرفنا ممن يصدر وممن يكون زاد العجب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يشيع هذا الخلق في أمته، يدعو إليه ويحذر من خلافه. روى أحمد وأبو الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يا من يتشوف إلى رحمة من في السماء يرحم من في الأرض. يريدك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون رحيما لترحم، يحب أن يشيع هذا الخلق، خلق الرحمة في أمته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. متشوف لرحمة الله، طامع لرحمة الله، ارحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. روى أحمد وأبو الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. روى البخاري ومسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: تقبلون الصبيان؟ فما نقبله. هذا أنت ولدك الصغير، هذا تجد نفسك محمولا على تقبيله، تتعيين، تتعيين، تلذ بالخبيلات. كما قالت أم الزبير، تقول أم عبد الله بن الزبير اسمها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تقول وهي ترقص ابنها عبد الله بن الزبير صغير، تقول: مبارك من ولد الصديق أبيض من آل أبي عتيق، ألذه كما ألذ ريقي. ألذه أجل له لذة، تقبله وأنت تستمتع بتقبيله. هذا الرحمة. هذا يقول الأعرابي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون الصبيان فما نقبله. حتى ندوزوش الدراري الصباح. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فندير لك هذا تملك لك شي حاجة؟ إذا الله تعالى حي يرحم القلب، أنا تملك لي. أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الصبيان من ثمرات الرحمة من قلبهم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي. الحسن بن علي يريد فيقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يشيع هذا الخلق في أمته. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأصناف الناس بأنواعهم، ولا سيما بالمكسورين. من
من هذا الزمان جنحهم انكسرهم. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، ويقول صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة الوسطى: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. من يصنعها؟ ألا ينافس في كفالة يتيم؟ أنا وكافل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد، روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، فشكا إليه قسوة قلبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم بالليل الصائم بالنهار. يلفت النبي صلى الله عليه وسلم الأنظار إلى هؤلاء الضعفاء الذين فقدوا اليد التي تكسب لهم، الذين فقدوا الظهر الذي يستندون إليه. هذا اليتيم، هذا الأرملة، هذا المسكين مدفوع بالأبواب، تجده تحت عند باب بيتك تحرك النمر. هذا اللي يقول لك الساعي عليه، مش تدور مع واحد مرة تشوف حالك. راه كيما انت كتاكل كل نهار هو تياكل كل نهار، كيما انت تيبلح ويجيك خصك تلبس هو كذلك. وهلم جر حاجة من عشرة تنقضي. الساعي علينا كالمجاهد في سبيل الله، كالقائم الليل الصائم النهار. روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي رحم يحتسب النفقة عليهما، يحتسبها حتى يغنيهما الله بفضل الله أو يكفيهما، كانتا له سترا من النار. بنتين أو أختين أو ذواتي رحم، عمتين، خالتين، شي حاجة لك بها رحم وتنفق عليها، تحتسب النفقة. ماشي شي غير مسلم ماشي عليك وانا تنعطيك ما سلمتيش عليها، واشتي وانا ما ولا خصها تسلم عليك انت ولا فين ما تلاقى بك تقول له الله يجزيه بخيرات. تحتسب النفقة، كنا له سترا، كانت له سترا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يشيع هذا من تجلية رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس. ما رواه أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر في المسير إذا كان في سفر مع أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر في المسير فيزجي الضعيف، يزجي الضعيف الذي دابته ضعيفة لا تمشي، يزجيها يحركها يحركها على السير، ويردف الماشي الذي لا مركوب له، يردفه إذا تعب ويدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يزيدهم بالدم، هو مرة تشوف فيهم. بل من العذب الجميل في هذا الباب مرة ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فعائشة سرا عظيما بهذا. قال: فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. أجمل منه. وروى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ تلا يوما قال ربنا سبحانه:
حكاية عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول ربنا سبحانه حكاية عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال ربنا سبحانه: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتى جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال ربنا سبحانه لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نسأل الله أن نكون من هذه الأمة التي يرضي فيها ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم. يا إخواننا، رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزت عالم البشر إلى عالم العجماوة البهائم. ربنا سبحانه لم يقل له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم أو لعالم البشر، قال له: إلا رحمة للعالمين. نحن عالم للعوالم، وربنا سبحانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. روى أبو داود في السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب لحاجته فوجدنا حمرة معها فرخاها. حمرة نوع من الفراخ. قال: فأخذنا فرخها. الحمرة جعلت تفرش. التفريش هو حين يضرب الفرخ هذا بجناحيه لا ينزل ولا يطير. هي لا تطير لأنها ترى فرخها في يد الصحابة، ولا تنزل تخشى أن تؤخذ أيضا مع فرخها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المنظر: الفرخان في يد أحدهم وهذه الحمارة تضرب بجناحيها. تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من فجع هذه بولدها. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليها على أنها حمرة فرس طائر، لا، نظر إليها أنها أم فجوعة. من فجع هذه بولدها، ردوا ولدها إليها. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الحمرة. كلكم يعرف الحديث في الصحيحين حين قال صلى الله عليه وسلم: بين رجل يمشي شد عليه العطش فنزل بئرا فشرب، ثم لما صعد إذا بكلب قد يلهث يأكل الثرى من العطش. يلهث الكلب أعزكم الله، يلهث بسبب فيه، ثم يأكل الثرى تراب من شدة العطش، يبحث عن النداوة في التراب لما بلغ به العطش. هذاك الرجل في البلاصة جاء العطش ديالو تفكرت، شو هو شاف هذا الكلب هذه الحالة تفكرتش، قال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي من العطش. فعاد نزل في البئر، ما عنده لا سطيله لا كاس لا والو، ملأ خفيه. طيب يحتاج يديه ليصعد، فأمسك خفيه بفيه ورقي وسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. لسقيا كلب يا عباد الله، الخوف شحال يهز الماء. هذا الخوف اللي هزو فمو قطو فمو، يعني راه يتحرك اصلا. هو شحال غادي يهز الماء، غيشرب وغادي يقطر وعاد غادي يتحرك، يعني طاح شويه الماء. شحال غتوصل هذا الكلب ملي يخرج هذاك من البير؟ جغمه، جوج جغمات. هاد الجغمه جوج جغمات يترتب عليها مغفره الله لذلك العبد. لماذا؟ لأن مغفرة الله ليست بقدر ما ينتفع به ذلك الكلب، إنما من باعث على هذا. من الذي بعث هذا الإنسان؟ من الذي حمله على أن ينزل البئر ويملأ خفقه ويمسكه بفيه؟ ما الحامل له؟ الرحمة. تعجب الصحابة قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. في البهائم. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. كل كبد رطبة، كل كبد حية
كانت كبد إنسان أو كبد حيوان. والعكس كذلك في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، في هرة لا هي أطعمتها وسقتها إن حبستها، ولا هي تركتها تخرج تأكل من خشاش الأرض، في هرة تدخل بها النار. لماذا؟ لأن هذا أمرت على القسوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد القسوة، ويحذر أن القلب القاسي قلب بعيد عن الرحمن. روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة حائطا من الحيطان، الحائط فيرما، ما عرفتش تقولوا انتم الفيرما هنا، فيرما، فإذا بعير، البعير يضرب به المثل في غلظ الكبد، حتى أن جفاء البعير ينتقل إلى راعي البعير، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقسى الناس يقولون هذا رعاة الإبل وأرحمهم رعاة الغنم، كأن بعض صفات البعير انتقلت إلى من يرعاه. فدخل البعير، لما هذا البعير رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حن وذرفت عيناه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته وذفراه، سراته ظهره وذفراه مؤخر عنقه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما صاحب هذا الجمال؟ فقال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتذئبه، تجيعه لا تطعمه وتذئبه، أعطيه الخدمة الزعمة. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكلب وللهرة وللجمل الفرخة الحمراء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواننا، تجلى أعظم تجليات رحمته صلى الله عليه وسلم، أنا في عندي أنها أعظم تجلياتها هو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لكل نبي دعوة مستجابة. مستجابة أي مستجابة على القطع، وعده الله أنه يستجيبها له، وباقي الدعوات على الرجاء ليس على القطع. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته لأمته حين تكون أحوج شيء إليها يوم القيامة، حين الرسل كل يقول نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي، كل يخاف في ذلك الوقت. يعني يقول الرسل: ها الرسل أعلم الناس بالله وأطوع الناس لله وأتقى الخلق لله، كل يقول اللهم سلم سلم، فما ظنكم بغيرهم من الصالحين والأولياء والشهداء؟ إذا كان هذا حال الرسل، فما ظنكم بهؤلاء الخيرة من الناس؟ فما ظنكم بعد ذلك بالمسرفين والخطارين والمذنبين ويأتون الله بتلك الذنوب؟ ما ظنكم بهم في تلك العرصات؟ ففي ذلك الوقت، لأجل ذلك الوقت، اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأمته. لم يختبئها لنفسه، لم يختبئها لفاطمة ابنته، لم يختبئها لأهل بيته أو لأصحابه، اختبأها لأمته صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث هذا الحديث مشهور، الحديث الطويل الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس ويبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لي: نعم، ألا ترون من تنظرون يشفع لكم؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: اذهبوا إلى آدم. فيأتون آدم فيقول: يا آدم، أنت أول البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك،
اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، لا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. يا إخواننا، أليس في القرآن يتلو أن ربنا سبحانه تاب على آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تاب عليه، لماذا تذكرها؟ عصيته تاب عليه، لكنه يخاف. اليوم مخوف جدا، هذا يوم هائل، تذهل كل مرضعة عما. شوف هذه الصورة الذهنية الآن، كيف أنت في الدنيا كيف تتصورها؟ كم رأينا من الابتلاءات التي ترى فيها أما قد ماتت هي وصغيرها، وترى فيها حين ماتت أنها فوق صغيرها، تحميه في تلك اللحظات الأخيرة، تقدم نفسها، تدفع الموت عن صغيرها. يجي القيامة هي يطلقوا يلولد الإنسان، هذا اللي تضرب الضغط الإنسان راضيها. أما اللي ولدها ياكل الطعام اللي ولدها 5 سنين. في اليوم العظيم اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقول يا نوح أنت أول رسول الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول له نوح إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قوم. نفسي نفسي نفسي. ما معنى نفسي؟ يعني إذا سلكتنا اليوم لا بأس. نفسي نفسي نفسي، ما تسولوني على شي حد، ولا تقولوا هضر على شي حد، ولا توصل لشي حد، ولا تشفع لشي حد. نفسي نفسي نفسي. اذهب. تعرفوا نوح يقول نفسي. شو نقول أنا؟ شو أنتم؟ نفسي 950 سنة دعوة إلى الله، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم داعيا إلى الله، ولم يرده المكر الكبار الذي مكروا عن الدعوة إلى الله، ومع ذلك نكشفوا الجبال وولدك وهذا وغراق وتشوف وصبرتي إلى آخره. نفسي نفسي نفسي. علاش؟ دعوة تعيث على القوم. اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام يقول يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات فعمر. طيب نقولوا حنايا كذبتي 3 كذبات في عمرك. شي واحد اللي كذب 3 كذبات في 70 عام في 80 عام وما كاين عنده حتى حسنه، حتى شي حسنه كاع، عنده غير 3 كذبات، نقول رحمه الله واسعه، رحمه الله وسعت كل شيء، ولا 3 كذبات. الناس تكذبوا 3 كذبات دقيقه، 3 كذبات في العمر، وملي تينوض تيقول والله يسمح لنا صافي بالنسبه لي راه قدر القرار. 3 كذبات في العمر، واخا 3 كذبات في العمر، وفي المقابل ما كاين حسنات. ألم ترى النار الموقدة التي تتلهب، هذه مستعرة وترمى فيها إلا أن ترجع ولا ترجع، هذه ما تستطيع. طيب يوم أمرت أن تذبح ابنك بيدك فامتثلت، يوم بعد إياس وجاءك الولد بعد إياس أمرت أن تذهب به إلى خلاء وتتركه أمه لأنه يفترسهم أو سراق الزيت يخلع، سراق الزيت، تقولوا سراق الزيت. أليس هذا كله، أليس في هذا ما يشفع؟ وإني كنت ثلاثة نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه السلام فيقول يا موسى أنت رسول الله وفضلك الله على الناس برسالته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم
وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر ذنبا. عيسى لا يذكر ذنبا ويقول نفسي 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 ولا يذكر ذنبا. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. أسأل الله سبحانه ألا نكون من المطرودين. يا إخواننا هذا خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يشيع في الناس. وسمعتم كيف أخبر صلى الله عليه وسلم أن الراحمين يرحمهم الرحمن فتوسلوا إلى رحمة ربكم برحمة الناس. واقصدوا بتلك الرحمة التي ترحمون الناس بها، اقصدوا بها أن تنالوا رحمة الراحم سبحانه في ذلك اليوم، في يوم الفزع الأكبر، في يوم الفزع الأكبر. أي شيء من استطاع ما تستطيعه من بذل الرحمن افعل، ولا تحقير شيئا من الرحمن، لأن القضية ليست بالذي تفعله، إنما القضية بالباعث لك على أن تفعله. واش كاين شي حاجة في القلب؟ شوف كلكم تعرفوا الحديث هذاك الذي أماط الأذى من طريق فغفر الله له. هذا حديث كثير من الناس لا يحسنون فهمه، فيشوف شي حاجة من الأذى وتيقول كحيدها باش يغفر لي الله، يظن أن مغفرة الله وجنة الله مترتبة على عود يحيدوا من الطريق. إيوا القضية غير بعود نحيدوا من الطريح. علاش وحدين، علاش الناس النبي صلى الله عليه وسلم، علاش الصحابه يخرجوا من مكه، علاش يخليوا الاولاد ويخليوا الاموال ويخليوا هذا ويجاهدوا ويديروا، وهذه ابو بكر يعطي فلوسه كامل وعمر يعطي نصف فلوسه وعبد الرحمن بن عوف يعني يعطيهم 40,000 ولا 40,000 و40,000. من القضيه غير عود نحيدوا من الطريق. القضيه هي ما الذي حمله على ان يزيل ذلك العود من الطريق؟ علاش؟ لا يؤذي المسلمين، رحمته بالمسلمين ان يؤذيهم ذلك الاذى. فانت لما نحيد الاذى من الطريق، نحيد الشجر ولا نحيد البنانه وانا نتسلط عليهم بالاذى. انا نآذي بالكلام، نآذي بالفعل، نآذي باش الماء ونحيد من البنانه. خلي البنانه وحيد انت اعظم واذى للمسلمين. القضيه ماشي تعود، القضيه في هذا القلب وما أودع فيه إلا رحمه. فنسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا رحمة منه تغنينا عن رحمة الراحمين، وأن يودع رحمة في قلوبنا نرحم بها خلقه ونتوسل بها إلى رحمته. والله أعلم والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الأستاذ فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد الكمالي على هذه المحاضرة القيمة. ولا بد أن نكرمه أولا. يتقدم المجلس العلمي المحلي بإقليم الناظور بهدية لفضيلة الأستاذ المحترم يتعلق الأمر بمعلمة الريف، وكذلك كتب أخرى. يفضل الأستاذ الدكتور الميلود كعواس عضو المجلس العلمي المحلي بإقليم الناظور ليقدم له هذه الهدية مشكورا مأجورا. وأرجو من الحضور الكرام أن يبقوا معنا حتى أن يدعو معنا الأستاذ الدكتور سعيد الكمالي مشكورا. الأستاذ ضربت
وننادي ايضا على الدكتور محمد بن الهادي عضو المجلس العلمي ليقدم له الهديه. وارجو من الحضور الكرام ان يبقوا في مجالسهم وفي اماكنهم حتى يتفضل الاستاذ بالدعاء بالتوجه الى الله تعالى بالدعاء الكريم. حيدا انت عبد واحد. الله يجازيكم بخير ملي يدعوا معنا الشيخ. الله يكرمكم. غادي يخرجوا الواقفين هما الولاء، ثم بعد ذلك اللي جالسين الله يرحم والديهم باش ما يوقعش الازدحام وما توقعش شي حاجه فيها مكره. الله يرحم والديهم. والنساء يبقاو هما الاخر تيخرجوا. الله يكرمكم. ولا بد ان اشكركم جميعا على الحضور وعلى هذا الصبر والمصابره، ونشكر كذلك السلطات المحليه والاقليميه على انجاحها لهذا النشاط الكبير. والكلمه الختاميه لفضيله الاستاذ الدكتور سعيد الكمالي ليدعو معنا ويدعو مع امير المؤمنين مولانا الملك جلاله الملك محمد السادس نصره الله واعز امره. هيك سير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أسند إلي الدكتور الدعاء فنؤمن إن شاء الله. اللهم اجعلنا في مجمعنا هذا عندك من المفضولين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليل وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. مساء الدعاء اللهم يا رب اشفه وعافيه فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجزي عنا خير الجزاء كل من أسهم في إنجاح هذه المحاضرة وعلى رأسه فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد الكمالي. اللهم يا رب عشر خطواته وتقبل منه إنك أنت السميع العليم يا رحمن الرحيم. وكذلك نسأل لصاحب القاعة، نسأل الله عز وجل أن يبارك له في هذه القاعة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي حركاته وفي تجارته. نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه فتحا مبينا. اللهم يا رب بارك في الحضور جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء. اللهم يا رب تقبل من الجميع. اللهم يا رب تقبل منا جميعا واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتاك بقلب سليم. ملك البلاد امير المؤمنين مولانا محمد السادس. اللهم انصر نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به رايه الاسلام والمسلمين. اللهم اقر عينه بولي عهد الامير المحبوب مولاي الحسن
وسد أجره باسمه الأمين مولى الرشيد، وبارك اللهم في سائر الأسرة العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب تغمد بواسع رحمتك الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما، اللهم أكرم مثواهما. اللهم يا رب ارحم جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم يا رب ارحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله يجزيكم بخير، الله يكرمكم، تعاونوا معنا. الرحمة ستجد هنا